انا دلوقتي بعد ما قلت السر اتصرف ازاي او اتعامل ازاي؟ انتوا اللي هتجيبوا لي حقي، وانتوا اللي هتحكموا، وانتوا اللي هتقولوا في التعليقات. الناس اللي عايزه تعرف بقى احنا بنعمل ايه تعرف واحنا بنعمل العجينه. كل عجينه بتتعجن بنعرف هي عجينه ايه بالظبط. ده حلوه قوي، ريحه العجينه نفسها من قبل ما نحط لها الحشو جامده. اللهم صل على النبي. بصوا، وهاتي بقى ايه حته زبده بدرجه حراره الجو كده. يا سلام على الريحه، بسم الله ما شاء الله. ما فيهاش اختراعات يعني ولا حاجه. عايزه اقول لكم الطريقه بتاعتها سهله جدا يا بنات. مش عايزه تحط بيض في قلب العجينه ما تحطيش، براحتك خالص. ممكن تعمليها اقتصاديه بدون بيض ولا لبن بودره ولا لبن حليب ولا اي حاجه من دي، بشويه ميه وحبه سكر والخميره تقدري تعملي السينابون بالطريقه دي. تقدري تعملي العجينه بالطريقه دي. ولو مش عندك برضو زبده ممكن تعمليها بالسمنه، انا عملتها لكم قبل كده بالسمنه جامده. بصوا بسم الله ما شاء الله، بدهنها كلها كده زبده وحبه سكر بقى حلوين. سكر عادي خالص، عشان الناس اللي بتقول ما عندهاش سكر بني، لا سكر عادي خالص اهو، من بتاع الشاي والقهوه اللي احنا بنعمله اهو. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله. شويه قرفه بقى ايه، حبه حلوين. عايزه تعملي ميكس ما بين القرفه والكاكاو اعملي براحتك، اللي عندك اعملي بيه، المتوفر اعملي بيه، ما تقفيش على حاجه. احنا بنعمل حاجه حلوه للولاد، عايزين نفرحهم ونبسطهم ومش عايزين نخلف نفسهم حاجه. بصوا، عايزه اقول لكم انا من عشاق القرفه جدا، سواء في المعجنات او في اللحوم، بجد جامده يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. والفها رول بقى كده، ركزوا معايا، الفها رول بكل بساطه اهو. بسحب العجينه كده اهو، كده كده اهو. شايفين الطريقه سهله ازاي اهي يا بنات؟ الصلاه على النبي، بسم الله ما شاء الله. طريقه حلوه قوي يا بنات وسهله خالص. عشان نخليها كلها ايه سمك واحد. بصوا، واقوم لفها رول كده اهو. وبعد ما الفها رول اقوم بقى ايه برمها كده اهو، ابرمها كده اهو بالراحه. عايزه اقول لكم الريحه حلوه قوي يا ولاد. بصوا كده اهو، جامده قوي يا بنات. واجيب السكينه بقى واعمل كده. بسم الله ما شاء الله، طلعت معايا كميه كبيره. يبقى عايزه اقول لكم السينابون معانا طلع معانا كام واحده؟ تقدري تعملي بالنص كيلو، بسم الله ما شاء الله 15 واحده وحجم كبير. شايفين طلعنا كميه كبيره. اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم بجد يا بنات تحفه. هنسيبها بقى لحد ما تخمر، نغطيها لحد ما تخمر وبعد كده ندخلها الفرن. وبعد ما تطلع من الفرن هنشوفها دلوقتي ايه مع بعض. متنسوش تحطوا اللايك ودعموا الفيديو. احلى سينابون دي ولا ايه؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، كريمي. وده مش اختراع ولا حاجه، احنا اللي عملنا الكريمه بتاعه السينابون بالجبنه القريش. بالجبنه القريش احنا اللي اخترعناها، مش من الجبنه الكريمي. والله والله عملنا كريمه الفورستنج من الجبنه القريش، طعم تاني واحسن واطعم من الجبنه الكريمي. واتحداكم انتم اللي هتتصرفوا وهتجيبوا لي حقي ازاي. بعد ما قلت السر في الكريمه فكرت ان انا اعمل مشروع بناء عن مين؟ عن طلب اللي دقوا من ايديا. قال لي تعملي مشروع السينابون بالكريمه دي، جامده قوي بس طعمها خطير وجامده جدا. بصوا، وعايزه اقول لكم بصوا الذوبان، بصوا الذوبان بتاع السينابون وعليها الكريمه بقى بجد تحفه اهو اهو. بصوا الكريمه، بصوا بسم الله ما شاء الله. عايزه اوريكم بس الكريمه ده يبقى ذوبان وطعم من الاخر. والله يا بنات انتوا اللي هتجيبوا لي حقي، وانتوا اللي هتقولوا انا اللي عامله الكريمه دي بطريقتي انا. واتحداكم لو لقيتوها حد على السوشيال ميديا كلها حد عمل الكريمه بالجبنه القريش غيري انا، اتحداكم. صلوا على رسول الله ودعموا الفيديو.